السلام عليكم كل متابعين قناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. موجودين فين؟ موجودين امام مبنى اثري يخص الجاليه الايطاليه في اسكندريه، امام مبنى العجزه الايطالي، زي احنا بنقول عليه كده العجزه الايطالي، ولكن هو دار مسنين يخص الجاليه الايطاليه. هو اسمه دار المسنين الايطالي او دار العجزه الايطالي او دار فيكتور عمانويل. موجود فين؟ موجود في 74 شارع اسكندر الاكبر في الشاطبي، على شماله في كليه التربيه وكليه الاداب، وخلفه شارع بورسعيد ومستشفى الشاطبي وشارع الجيش او شارع البحر وشارع الكورنيش وشاطئ السلسله. على يمين الصوره في الشبان المسلمين وشارع قناه السويس وشارع هيرودوت والملجأ اليوناني، وفي مبنى لإدارة الجامعة. كده احنا خلفنا المربع الجريجي والملاجئ اليونانية ليها قصة ان شاء الله يقولوها، ومدافن السبع ملل ومدافن اخواتنا شركاء الوطن. المبنى الاثري اللي امامكم تم بناؤه من سنة 1929 الى 1933. مبنى العجزه الايطالي او دار المسنين امامكم زاره الملك فيكتور عمانويل سنه 1933 في عهد الملك فؤاد الاول. في البدايه اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان كل جديد على اسكندريه يوصلكم. الهم لا تبخلوا علينا بالاعجاب باللايك من اسفل الفيديو. زي ما انتم شايفين احنا موجودين في شارع قناه السويس. على شمال الصورة هو مبنى دار المسنين الإيطالي. طيب المبنى ده يخص الجالية الإيطالية في اسكندرية. مين مالك حاليا الدار أو المبنى؟ يملكه الجمعية الخيرية الإيطالية، والمبنى مسجل كمبنى أثري ذو طراز معماري مميز، موجود في سجلات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. مين اللي بيصرف على المبنى حاليا؟ اللي بيصرف على المبنى الجمعيه الخيريه الايطاليه، وتبرعات رمزيه بالاضافه الى مساعدات بسيطه من القنصليه الايطاليه في اسكندريه. اللي ما عندوش فكره فين المبنى، احنا كده طالعين من نفق عبد المنعم رياض، من محرم بيه، من الدولي، من الطريق الصحراوي. على شمال الصوره طبعا ده المربع الجريجي، مدرسه محمد علي الاثريه الزخرفيه، وطبعا الملاجئ والمربع الجريجي هيكون ليه ان شاء الله حلقه معانا. وعلى اليمين المدافن اخواتنا المسيحيين شركاء الوطن ومدافن سبع ملل، وظاهر امامكم على الشمال اللي عليه السهم ده مبنى دار المسنين الايطالي. شارع اسكندر الاكبر بيتقاطع مع شارع قناه السويس. ده مبنى اثري ذو طراز معماري مميز، ومبنى كليه التربيه وكليه اداب ملاصقين لمبنى دار المسنين. كده احنا مبنى نفق عبد المنعم رياض وشارع ابو قير والشلالات وبور الميه، وتطلع على الطريق الصحراوي. من الظريف في المبنى ده طبعا من صغرنا واحنا متعلقين بشجر الدوم اللي على شارع قناه السويس المزروع داخل دار المسنين الايطالي. شجر بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك في الطرح بتاعه، كميات كبيره جدا. ونوع الجوده بتاعت الدوم عرفت ازاي عادل؟ طبعا كنا بنرموه بالطوب من شارع قناه السويس يقع بره في الشارع واحنا صغيرين. طبعا الطليان ليهم في اسكندريه قصص وحكايات، وليهم في اسكندريه لكل زقاق وكل حاره وكل شارع دكان ومحطه وبصمه. اللي بنى مسجد المرشد بن العباس ايطالي، اللي بنى قائد ابراهيم مسجد قائد ابراهيم ايطالي، اللي بنى مدخل محطه مصر ايطالي، اللي بنى مسجد محمد كريم في راس التين ايطالي، اللي بنى عماره اجايون في شارع فؤاد ايطالي. الطليان هم الجاليه الثانيه في اسكندريه بعد اليونان، بعد الجريك. اكبر جاليه اجنبيه كانت موجوده في اسكندريه زمان وحاليا هم الجريج اليونان، يليهم الطليان. فالطليان ليهم بصمات كبيره جدا يتعمل لها حلقات وفيديوهات كتيره. الطليان العماره الطليانيه او المعماريين الطليان ليهم بصمات كبيرة جدا جدا في اسكندرية وفي مصر وفي جميع محافظات مصر اللي كان فيها بشوات وبهوات وأمراء بيحبوا يبنوا عماير وقصور وبيوت واستراحات. احنا كده على شمالنا المربع الجريجي في وترماي جاي من الأزاريطة داخل محطة شبان المسلمين. في نهاية جولتنا اتمنى نكون اسعدناكم. لا تبخلوا علينا باللايك بالاعجاب من اسفل الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى.